كفاية تربية ناعمة ودلع وشد على أولادك. دوق ابنك جزء من الشقة في حياتك عشان ما يتصدمش بعد وفاتك، وربيه على التحمل لأن الحياة مش هترحمه. الدلع طلع لينا جيل استسهل النعم ومفيش حاجة بترضيه. طلع لينا جيل ما بيعرفش غير إنه ياخد وبس، ما بيعرفش يدي. جيل بيجيله أي حاجة بيحلم بيها وقبل ما يفكر بيلاقيها. وانقلبت الأمور في البيوت، فبدل ما يسعى الأولاد إنهم يطلبوا رضا الأب والأم، أصبح الأب والأم كل همهم رضا أولادهم بأي تمن. الدلع هيطلع لك ابن هش وضعيف ومش متحمل أي قرصة من الحياة، لأن محدش قال له إن الدنيا يوم حلو ويوم مر. ودي أكبر مفسدة للتربية الناعمة، إنها بتصور للابن إن الحياة على طول هتديله ومش هتاخد منه. أنا عارف إنك تعبت في حياتك ومش عايز أولادك يتعبوا زيك، بس أنت كده صدقني اللي هتتعبهم وتضرهم بدلعك ليهم. فشد على أولادك وعرفهم إن الحياة مش هتكون لطيفة معاهم طول الوقت. عرفهم إن أي فوز هيحصلوه في حياتهم هيجي وسط تعب وشقة. عرفهم إنهم هيدوروا على الراحة والسعادة وسط ظروف كلها لخبطة وناس قاسية ما بترحمش. عرفهم إن ربنا لما أرسل رسله ما أصلحش ليهم الحياة من حواليهم، بالعكس كانت حياتهم كلها ابتلاء وتعب. عرفهم إنهم ما ينتظروش دايما في حياتهم ثمرة سعيهم، وعرفهم إن النهايات مش دايما هتكون في صالحهم أو مريحة ليهم. عرف ابنك إن نجاحك أسلوب حياتك مش النتيجة اللي بتوصل لها. فموسى عليه السلام مات في التيه، وعيسى عليه السلام اترفع في الفتنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ارتد أعراب جزيرته بعد موته. فالقصة كلها إنك تعمل اللي عليك وبس. عرف أولادك إن الدنيا عمرها ما كملت لحد مهما كان. عرفهم يقدروا النعمة وإن تبدل الحال وزوال النعمة بيكون في لحظة. علمهم إنها مش بالشطارة ولا بالفهلوة لكن بالتوفيق. عرفهم إن لذة الدنيا قصيرة وموصولة بالندم. علمهم ما يحزنوش على اللي فاتهم منها مهما كان. عرفهم إن الحياة فيها فرص ما بتنتهيش بس بالصبر، وإن مهما أخدت منك وخسرتك فظن الاستعاضة في اللاموجود، وإن كرم ربنا غير محدود. عرفوهم إن هموم وحمول الدنيا أتقل وأكبر من إن يشيلها عنك بشر، فارمي حمولك على ربك وارتاح. علموهم الكفاية وعرفوهم إن ربنا وحده هو اللي بيبدئ ويعيد. بيعيد القلوب اللي زاغت وبيعيد العافية اللي راحت، بيعيد السعادة اللي غابت وبيعيد الرزق اللي نقص، بيعيد النفوس اللي اتمرمغت وتعاصت بالمعاصي. عرفوهم إنهم مع الأيام مش هيندموا على أي حاجة إلا على اللي راحت من علاقتهم بربنا وبس. عرفوهم إن المحروم الحقيقي هو اللي بيتحرم من طاعة ربنا وثوابه. فعلموهم إزاي يقفوا ببابه ويدعوه بيقين وأمل الواثق. فشد على أولادك بدل ما تتعب نفسك وتموتها في تربيتهم وفي الآخر يتمردوا عليك ويتعبوك. سلام.